الأشراف الفلاليين نسبة إلى إقليم تافيلالت بالمغرب، وتولوا الحكم بعد الأشراف السعديين، ويجتمعون معهم في النسب فكلهم أبناء محمد النفس الزكية، وأول ملوك الفلاليين بالمغرب محمد ابن محمد الشريف الذي بويع بسجل مسا سنة 1050 هجرية. فمن المعروف أن وجاقات الغرب تتألف من طرابلس الغرب وتونس والجزائر، سميت بالوجاقات نسبة إلى الأوجاق أو الوجاق، وهو الطائفة من الجند، والمقصود هنا هو وجاق اليكجرية أو الانكشارية، وجاق السلطان، وهم الذين كانت قد صارت لهم الغلبة بعد فتح العثمانيين في القرن السادس عشر لهذه البلاد التي أهلها من البربر، فاستأثر الانكشارية بالسلطة الفعلية في وجاقات الغرب. وهكذا صارت الجزائر وتونس وطرابلس بعد 1574 ميلادية ولايات عثمانية وكونت أوجاقات في الغرب، في حين حافظت مراكش على استقلالها. لم تكن هذه الولايات مستقلة، بل تدين بالولاء للسلطان، ويأتيها وال من قبله بلقب باشا يدعى بايلربي، ويساعده ديوان من الانكشارية. وكان الدور الرئيسي للانكشارية ورجال البحر في شؤون البلاد، فكانوا يولون السلطة أحد قادتهم، ولكن السلطان استمر على إرسال والي ممثلا له ولا يتدخل بشؤون البلاد. السيطرة التركية. قام اثنان من المغامرين الماهرين، عروج وخير الدين بربروس، بتأسيس عام 1510 في الجزائر الأوليغارشية العسكرية المعروفة باسم أوجاق. هذه الميليشيات المتعصبة التي تم تجنيدها على وجه الخصوص بين الأتراك، بقيادة رؤساء منتخبين أي الدايات، تم وضعها بقوة في الموانئ وفي بعض البلدات الداخلية، وفرضت الجزية على السكان الأصليين. الحقبة المعاصرة، خضع الجزء الأكبر من البلاد العربية للسيطرة العثمانية. بقيت السلطنة المغربية الشريفة التي قاومت بنجاح ضد الهجمات المتتالية للعثمانيين والأوروبيين. العثمانيون يحاولون ضم المغرب إلى إمبراطوريتهم. لقد حاول العثمانيون ضم المغرب إلى أجزاء العالم العربي في الشرق الأوسط التي كانوا يحتلونها، لتوسيع إمبراطوريتهم، ولكنهم أخفقوا وظل المغرب بلدا مستقلا، في حين خضعت الجزائر وتونس للدولة العثمانية، وكذلك الدول العربية في الشرق الأوسط زهاء 400 عام. Le Maroc a été le seul pays d'Afrique du Nord à n'avoir été jamais occupé par les Turcs. Quand vous étiez en Tunisie ou quand vous étiez en Algérie, c'est des pays qui n'existent pas à l'époque, vous avez bien compris, enfin les territoires, vous étiez dans des États vassaux de l'Empire ottoman. Vous aviez à Tunis un bey, B-E-Y, et vous aviez à Alger un dey, D-E-Y, un D, un B, un D. C'est être audible que je l'ai prononcé en distinguant donc les voyelles. Hein. Voilà. Mais au Maroc, vous aviez un sultan, parce que le titre que se donnait le roi du Maroc, c'était celui de sultan, ce qui veut dire vraiment chef d'État. Le seul à se donner un titre semblable, c'était le sultan d'Istanbul, c'est-à-dire l'empereur ottoman. Donc, le roi du Maroc est sultan, chef d'État.